السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 18650 نقطة بصعود 7%، وعدد الأسهم اللي كانت بتتداول النهاردة كانت 228 سهم، وكانت الأسهم الصاعدة 94 والأسهم الهابطة كانت 118 سهم. النهاردة قيمة التداول تقريبا 2,650,000,000، وترتيب الأسهم من حيث قيمة التداول كان أول سهم معانا بلتون 521,000,000، بعد كده التجاري 234,000,000، بعد كده مصر الجديدة 205,000,000، ثم فوري 82,000,000، ثم هيرمس 78,000,000. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية كان أول قطاع معانا الخدمات المالية 30%، ثم العقارات 17%، ثم البنوك 11%، ثم الأغذية والمشروبات 8%، ثم الرعاية الصحية 6.5%. طيب، أنا كنت حابب أتكلم النهاردة على سهم عبور لاند وإيه اللي حصل في سهم عبور لاند. أول حاجة، سهم عبور لاند كان في بداية الجلسة كان حاول يطلع فوق 8.14 8.15، ولكن كان بيلاقي قوة بيعية كبيرة. القوة البيعية دي خدته ونزلت بيه لغاية 8 جنيه. 8 جنيه برضو كان فيه بياع وبياع قوي. طبعا البياع ده ممكن نقول عليه ان هو الميكر، او ممكن نقول عليه ان هو المضارب اللي بيهيئ للناس ان السهم هيكسر منطقة 8 جنيه، ومنطقة 8 جنيه دي كانت منطقة دعم قوية جدا. وفي ناس كتير جدا خافت طبعا، وفي ناس كتير كانت بتبيع على سعر 8 جنيه. فكان في اغلب وقت الجلسة كان السهم بيدار ما بين 8 جنيه و7 جنيه 95 قرش تقريبا، وفي ناس كتير باعت. طيب، جه في اخر الجلسة ايه اللي حصل؟ طبعا ممكن حضرتك تقول ان صانع السوق او الميكر او المضارب فض السهم من البياعين، مبقاش فيه حتى بياع، مبقاش فيه بياع عند 8 جنيه. لما صانع السوق اكتشف ان مفيش حد بيبيع خلاص عند 8 جنيه، والناس زي ما بيقولوا كده فضت فلوسها او فضت اسهمها، رجع اشترى تاني. وصل السهم من تقريبا 7 جنيه 95 قرش ل 8 جنيه 30 قرش. ممكن اقول لحضرتك ان في قوة شرائية دخلت السهم من تاني، والسهم هو في البداية كان سعره كويس جدا. يعني اللي كان بيبيع على 8 جنيه ده كان، انا معرفش كان بيبيع ليه. هو باع خوفا ان السهم ينزل ل7 جنيه ونص او 7 جنيه، ولكن هو سعر 8 جنيه ده سعر كويس جدا جدا جدا. يعني اللي اشترى ب8 جنيه ده اشتراه بسعر لقطة. فانا عايز اقول لحضراتكم ان القوة الشرائية ابتدت ترجع تاني في السهم، بدليل ان هو ارتد من نقطة دعم رئيسية اللي هي 8 جنيه، وصل ل8 جنيه 30 قرش. وهو حتى وهو بالسعر 8 جنيه 30 قرش هو سعره كويس جدا جدا جدا. السهم نزل يا جماعة من 13 جنيه. يعني صانع السوق او الميكر ما يلعبش بأعصابكم ويكسر نقط دعوم وانتوا تبيعوا السهم. هو السعر وصل دلوقتي 8 جنيه 30 قرش. حتى لو كان ب8 جنيه 50 قرش هو سعره كويس جدا جدا جدا. بس دي كانت ملحوظة بسيطة على سهم عبور لاند. ان شاء الله دي انا لاحظتها في جلسة اليوم. وبرضو كانت في نقطة كده نسيت اضيفها في الاول، ان كانت المصريين المؤسسات كانت شراء، والاجانب ايضا كانوا شراء، والمصريين افراد كانوا بيع. انا كنت حابب اسيب لحضراتكم لينك الجروب الفيسبوك في اول كومنت، ولينك جروب الواتساب في اول كومنت ايضا. وكنت حابب حضراتكم تشتركوا في قناة أكاديمية عواد. وشكرا جدا ليكم، واتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، وشكرا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.